نبلش أنا وياكم كيكة البرتقال. أول شي راح أخلي 3 بيضات. المكونات السائلة راح أخليهم، أضيف عليهم كوب واحد من عصير البرتقال، نص كوب من الزيت النباتي، كوب من السكر أو تقدرون تستخدمون 3/4 الكوب. أضيف عليهم فانيلا، تقدرون تخلون فانيلا بودر أو سائلة. أضيف عليهم ملعقتين من مبروش قشر البرتقال قبل ما أعصرها. قشرت القشر وراح أخليه تقريبا خاشوقتين. وهسه راح أخلطهم كل زين سوية. تقدرون تستخدمون الخلاط أو بديكم حسب ما أنتوا تحبون. ويلي أموت على ريحة البرتقال. يعني أنا تدرون بي الكيكة الوحيدة اللي أحب دائما أسويها هي البرتقال، لأن ريحتها تجنن بالبيت. هسه يا جماعة الطحين، شوفوا الدقيق أو الطحين تخلونه حسب نوع الطحين اللي عندكم. يعني أنا ممكن أستخدم هنا تدريجيا أدخل 3 كوابة طحين للخليط مالتنا. ممكن أحتاج 2.5 كوبين حسب نوع الطحين اللي عندكم، بس هو تدريجيا تخلون تبدوا تخلطون. ما راح أسوي بالخلاط، يعني بالجهاز راح أسوي قدامكم أحسن. طريقة شوفوا بلش القوام عندي يثقل، بس بعد راح أخلص. هاي تقريبا صارت عندي 3 كوابة كاملات. أنا ضفتهم للخليط، تقريبا صار عندي جاهز. هذا القوام اللي احنا نحتاجه. ما شاء الله قوامها صار كلش مضبوط. اخر شي نضيفه هو البيكنج باودر. راح اضيف ظرف من البيكنج باودر، اقلبه على كيفي ويا الكيكة بهاي الطريقة. قالب الكيك نجيبه دهنته اني بالزيت طبعا حتى ما تلزق عندكم الكيكة. راح تخلون ملعقة من الطحين بالقالب وانتوا اوريدي حاطين زيت، وتبدون تسوونه بهاي الطريقة على مود الطحين يصير بكل الجهات. وبهيج الشكل صار عندي القالب مالت الكيك جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. طبعا قالب حسب القالب اللي عندكم الكمية، بس أنا ما شاء الله صار عندي كمية هواية. حطيت عليها شوية من قشر البرتقال مبروش باع. هذا هو شكلها. راح ندخلها الفرن، بس ملاحظة مهمة، ما تشغلون الفرن من فوق ومن جوا، ممنوع. حتى تنفش عندكم وتصعد وما تخرب ما تهبط، لازم بس من جوا لحد ما تستوي تماما. يلا نشغل الفوق بس تاخذ احمرار. فمبدئيا الفرن يكون حامي، ندخلها للفرن لحد ما تستوي، وفقط من جوا مشعول الفرن. فناخذها للفرن. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا لي الجمال. من عدم ريحتها مالية البيت كله. خبل ما شاء الله ريحتها تجنن.